يا صباح النشاط والحيوية والطاقات الإيجابية، صباح السعد، صباح الرزق والهنا والأمل والسرور. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة، ربنا يرضيكم ويرضى عنكم، ربنا يجعل سعادة الدنيا والآخرة بين إيديكم وتحت رجلكم. قولوا أمين اللهم أمين. تعالوا مع بعض كده، روتيننا النهاردة روتين حلو جدا 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 جدا. تعالوا مع بعض كده، الفرخية الجميلة القمر دي أول ما بدأت بيها خرجت الصبح كده، ما كانش عندي فراخ ولا لحوم ولا أي حاجة خالص. اللي هو الميزانية خرمت مني الشهر ده. طيب خرمت مني ليه؟ طبعا انتوا عارفين الدراسة والمدارس والدروس والكتب والحاجات دي والحوارات دي، فطبعا ايه يعني الميزانية اللهم لك الحمد. فبصوا بقى، احنا كده في اواخر الشهر، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى القبض خلاص، يعني باقي عليه ايام. فباذن الله تعالى ربنا يصلح الحال بس يا رب، بدون مقاطعة يعني. المهم، نزلت الصبح بدري كده، نزلت جبت الفرخية الجميلة القمر دي. وبعد كده حباب قلبي عايزة اعملها بقى ايه، بما ان يعني مفيش فلوس بقى، اللي هو فلوس محدودة تقضينا لاخر الشهر، هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي على فكرة جميلة هنعمل بيها الفرخة دي باذن الله. انا لحد الان ما كنتش عارفة اعمل ايه، اللي هو يعني ايه. غسلتها كده، بس الاول اهم حاجة اهم حاجة، بصي هتجيبي دقيق ذرة. دقيق الذرة هتجيبيه، اقسم بالله يا بنات حاجه سحر كده للفراخ والبط واللحوم والحاجات دي، يعني حاجه كده بتديكي ريحه حلوه قوي. حاولي كده بس ايه تخلي عندك دقيق الذره ده، هتلاقيه متوفر في اي سوبر ماركت. هاتي كيلو، هاتي نص كيلو، ربع كيلو. المهم هتجيبيه لغسيل الفراخ والبط، يعني ما شاء الله ما شاء الله بيخلي ريحه الفراخ والبط حلوه. فالمهم بغسله كده كويس بدقيق الذره، بعد كده بشطفهم شطفه كويسه واحطها في بوله كده. وبعد كده بحط شويه ملح كده وايه، عندك بقى قرنفل، عندك حبهان، اي حاجه من الحاجات دي بتدي الفراخ بتاعتك برضو ريحه حلوه. وعصره ليمونه كده، بس كده تمام، مش محتاجه اكتر ولا اقل من كده. المهم زي ما قلت لكم احنا في اخر الشهر والبيت كده متشفر، اللهم لك الحمد. فالمهم هنمشي نفسينا، هنمشي نفسينا، نمشي نفسينا بالخير الكتير، نمشي نفسينا بالخير الحاجة القليلة برضو. يعني بصي، مش هنقول لا للظروف، ولازم نتحداها كده ونعديها بإذن الله. يعني مش هفضل حاطه ايدي على خدي بقى واقول انا بيتي ما فيهوش حاجه، انا بيتي الدنيا خربت، الدنيا خلاص، الدنيا اتدمرت معايا. لا، كل حاجه بالصبر باذن الله تعالى. نصبر شويه، خلاص القبض باقي عليه كام يوم، ونصبر شويه ونعدي ايامنا ونرضى بالمقسوم، نرضى باللي ربنا كاتبه لنا، دي حاجه خارج ارادتنا. نوفر للايام الصعبه اللي زي دي. قلت لكم كم مره توفري وتدبري وتخططي كم مره علشان خاطر الايام دي. لازم نعمل حساب الدروس، لازم نعمل حساب المصاريف، لازم نعمل حساب لكل حاجه. بس انتي بتعملي حساب كل حاجه، بس بتدابير ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحصل لا قدر الله اي حاجه في البيت بقى، لا قدر الله مثلا يحصل حاجه في السباكه، حاجه في الكهرباء، حاجه يعني دي حاجه اجباري، حاجه البيت دي ضروريه ومطلوبه. لا قدر الله برضو ممكن اطفال من اطفالنا مثلا، لا حول ولا قوه الا بالله، مثلا يجي له دور برد، دور تعب، فطبعا هتحتاجي فلوس في الوقت ده. فبرضو لازم نعمل ميزانية لحساب، يعني نعمل حساب الحاجات دي. يعني على قد ما نقدر نحاول ان احنا مش كل يوم هنجيب اكل ونعمل. بصوا يا حبايب قلبي، البطن دي ما بتشكرش صاحبها تماما، فاهميني؟ يعني لو اكلتي طول النهار من الصبح كده بالليل فراخ ولحوم بقى وما اعرفش ايه وشيبسيات وحركات وحاجات، هاتي دي بسكوته، هاتي ده ما اعرفش ايه، هتلاقي نفسك يعني يوم واحد بس ممكن تكوني هلكتي فيه كل الفلوس اللي معاكي. لا، نحاول على قد ما نقدر نظبط في الميزانيه، زي ما قلت لكم البطن ما بتشكرش صاحبها. فنحاول على قد ما نقدر يا حبايب قلبي ان احنا ايه، ندبر كده ونخطط ونعدي ظروفنا كده على خير. قلت بقى ايه نعمل كده ايه، طعمية ونعمل فطار حلو كده على الصبح. عملت ايه، انا حمصت سمسم قبل كده معاكم، يعني كنت بحمصه كده قبل الفول. ده فول بطماطم، كنت عاملة كده ايه يعني، فضلة خيركم كده دمست فول برضو بتنفعنا اهي في وقت الزنقة. يعني بصي الوقت الزنقة دوت بينفعنا فيه الفول والحاجات دي. طيب اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يبقى احنا هنعمل ايه، احنا بنحاول ان احنا نفرز حاجات تنفعنا في ايام الزنقه، نحاول ان احنا نوفر فلوس تنفعنا برضو في الايام اللي هي ما فيهاش خالص. نحاول ان احنا نخرج نظبط. مش معنى مثلا ان انا مثلا محوشه قرشين في الحصاله ولا كده ان انا برضو اخدهم افرتكهم
على حاجات فارغه. لا خالص خالص، مش معنى مثلا ان انا يعني احرم نفسي مثلا كام يوم واجي في يوم كده افرتك كل اللي معايا واقعد كده حاطه ايدي على خدي. لا، هو كل اللي هتعمليه ايه؟ ان انا هخرج الفلوس من الحصاله، وقبل ما انزل اجيب حاجتي اللي انا محتاجاها ضروري، انا اكتب كده في ورقه وقلم انا محتاجه ايه ضروري ان انا اجيبه، وعيني كده ما تزغش على اي حاجه تانية. دي حاجه من توفير الفلوس اللي انت هتقدري توفري، ودي الحاجه اللي بنعملها. يعني كلنا كنا بنقع في الاخطاء دي، اللي هو مثلا بنزل اجيب حاجه ابص الاقي حاجه تانية اغرتني، فاللي هو ايه، خلاص لا انا هجيب دي النهارده ويبقى المره الجايه الحاجه التانية. ليه؟ لان انا محتاجاها من زمان، وارجع البيت اركنها. طيب انا استفدت ايه؟ ما استفدتش اي حاجه تماما. بصوا كده حبايب قلبي، عملت كده شويه دقه بالسمسم المتحمص، وادي فول وادي الطعميه، واللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما تيجي نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، لازم اظبط في ميزانيتي. يعني مثلا ما انزلش مثلا زي ما قلت لكم كده هقدر في الفلوس اشتري معرفش ايه واشتري ايه. فمن الحاجات الضروريه اللي المفروض ان انا اعملها، بكون موفره وعارفه انا نازله اشتري ايه. ده اول بند. تاني بند بقى اللي هو ان انا ما اشتريش حاجات فارغه. ازاي؟ يعني مثلا انا نفسي في الطقم ده، اشوف عبايه عيني تزوغ عليها، اشوف مثلا جزمه حلوه عجبتني، هيلز عجبني، معرفش. ما هو بصي العين دي برضو مش قادره اقولك، يعني خلي ايه، عينك تغض النظر شويه عن اي حاجه. يعني مش كل حاجه ابص لها. انا لو بصيت لكل حاجه ان انا اجيبها يبقى انا كده خلاص الدنيا اتدمرت برضو معايا. انا ورايا اولاد، ورايا اطفال، لازم تربيه وعايزين دروس وعايزين حيل. يعني زي ما بقول لكم كده، يعني بيهدوا الحيل بمعنى اصح. فانا عايزه ان انا ما ازعلش، ما اتخنقش، ما اقعدش بقى ان انا اقول لجوزي لا انا بيتي ما فيهوش، لا والله ما اعرفش ايه، واسيب البيت وامشي. هتسيب البيت وتمشي؟ هتخربي الدنيا، بيتك هيتخرب. هتحسي ان في عجز كبير جدا بدأ يحصل في البيت. فلا غضي النظر عن اي حاجه. بصوا في الوقت دوت انا كنت بقف كده شويه، كانت بنت صغيره بتكلمني، اكلمها وابص لها، ماما بصي لي، ماما بصي لي، اروح سايبه اللي في ايدي وابص لها. فالمهم، برضو دي من الحاجات اللي بتهدر فلوسي. طيب انا عايزه احافظ، انا عايزه اعمل كل حاجه. انا بص هقولك على حاجات كتيره جدا. طيب مثلا انا عندي بنات عايزين يتجوزوا، فطبعا خلاص دخلوا على سن جواز او دخلوا مثلا ثانوي. تبدأي من دلوقتي اللي هو هتجيبي حاجات صغيره جدا على قدك، اللي هو حاجات يعني ايه اللي هي هتحسي ان هي ما تتغيرش. طيب لو عندك حد بيبيع بالقسط يبقى انت كده انجزتي. ليه بقى؟ انت لو جبت الحاجة النهاردة مثلا ب1000 جنيه، هتبصي بعد شهرين او 3 شهور هتبصي تلاقيها بقت ب2000 جنيه. يعني لما تجيبها ب1000 النهاردة وتيجي بعد شهرين 3 تبصي تلاقيها وصلت 2000 جنيه 3000 جنيه، يبقى انت كده كسبانة. انت ما جبتيش كده حاجة قسط ولا غرمتي اي حاجة. يعني لو جبتها زي ده 100 جنيه، انت كده برضو انت كده كسبانه. طيب انا مش عايزه اجيب اجهزه، انا لا انا عايزه اوفر، بس انا شايفه والله العظيم لما تجيبي الاجهزه دي هتساعدك كتير جدا. طيب لا انا عايزه اوفر، ماشي. هبدا في حصاله، مش حصاله واحده، حصاله 2 3، واحده في المطبخ، واحده على التسريحه، واحده في اوضه اطفالي، واحده في اوضه نومي، يعني في كل مكان. ازاي بقى؟ بتيجي من السوق بتدخلي على المطبخ، فبتبدأي بيبقى معاكي فك ارميهم في الحصالة. بتدخلي مثلا على أوضة النوم، مثلا زوجك أو انتي خارجة أو كده ورجعتي من بره، كنتي في خروجه ولا حاجه ورجعتي ب5 جنيه ب10 جنيه وزوجك برضو معاه فلوس، هتحاولي ان انتي ترمي انتي وزوجك الفلوس دي في الحصاله، يبقى انتي كده انجزتي. برضو في اوضه اطفالك عودي اطفالك ان انت حاطه لهم الحصاله على التسريحه، اللي خارج واللي طالع برضو يحطي فيها الباقي اللي معاه، يعني الجنيه 2 جنيه اي حاجه. ده كله تيجي اخر الشهر او تيجي في وقت ما فيش فلوس، هتخرجي حصاله اولادك، هتبصي مثلا تشوفي ايه اللي ناقص اولادك. انا مثلا ناقص بنتي جاكيت، ناقص لبنتي بنطلون، ناقص لدي مثلا عايزه هيلز، دي عايزه مثلا شوز، اي حاجه بقى ناقصه اولادك، يبقى الحصاله اللي هم بيوفروا فيها في الوقت دوت هتعملي ايه؟ هتبداي تخرجي منها وتجيبي لاولادك اللي لازمهم. طيب اللي في اوضه نومي برضو نفس القصه، زوجي عايز بنطلون، انا عايزه مثلا بنطلون، انا عايزه بيجامه للبيت، انا عايزه عبايه، ابدا اجيبها. وعلى فكره عايزه اقولك على حاجه، مش شرط ان انا كل شهر او كل شهرين او كل 3 شهور ان انا اخرج اجيب عبايه، لا. هي عبايه انا شايفه ان يعني انا واحده من الناس كده ممكن اعمل ايه،
ممكن اجيب عبايه شتوي تقضيني طول الشتاء مع العبايات اللي عندي، وبرده نفس القصه لما يجي الصيف برده اجيب عبايه واحده. ده لو انت مثلا مداومه على النزول، ان انت بتنزلي عند حماتك او انت في بيت عيله. طب انت لو مش في بيت عيله ومثلا اهلك بعيد عنك وحماتك بعيد عنك وما بتنزليش، يبقى هتعملي ايه؟ مش هتجيبي عبايات خالص، انت كل اللي هتعملي بس ان انت هتجيبي بيجامه. او انا السنه دي مثلا مش هجيب بيجامه ولا هجيب عبايات، يبقى انا هجيب حاجه اخرج بيها، يعني اخرج بيها مع زوجي، اخرج بيها مع اولادي. يعني اجيب مثلا بيزك وكارديجان، اجيب اوتفيت، اي حاجه بقى موجوده، يعني الحاجه اللي ناقصاكي اللي انت محتاجاها تجيبيها. طيب ندخل بقى على ايه؟ دور تاني. في ناس بتقول احنا ما نعرفش نحوش خالص في الحصالات. طيب هقول لكم دلوقتي، بس عايزه اقول لكم بس على الفرخه انا بعمل ايه. بصوا بقى، بعد تفكير عميق وقعده وقعدت افكر واخطط وادبر، يعني انا جبت الفرخيه حطيتها كده ونقعتها وفضلت قاعده كده افكر بقى، طيب انا اعمل ايه قبل ما تعملي اي حاجه وتدهوري الدنيا؟ لا، فكري مره واتنين وعشرة. طيب انا فضلت افكر وبعد تفكير عميق وصلت للمعلومه اللي هي ايه؟ انا ما عنديش رز، والله العظيم ما عندي ولا حبايه رز. فاللي هو انا كنت محتار انزل اجيب رز. طيب انا ما جبتش رز، طب انا اسلك النهارده، طب انا اعمل ايه؟ طب انا جبت الفرخه ما جبتش رز. فقلت لا، عندي كيسين مكرونه، فقلت هاخد المكرونه، هنعمل مكرونه سباجيتي مع الايه، مع الصدور الفراخ، شلتها كده زي ما انتم شايفين. طيب عملت ايه كمان؟ انا شلت الاوراق، ما شاء الله انا جايبه الفرخيه يعني حلوه يعني، فجبتها كده عامله 200 جنيه، فحلوه حجمها حلو يعني ما شاء الله. كيلو الفراخ يعني عامل 75 جنيه. فبص، هقطعها كده ايه، عملتها بانيه. فالمهم بصوا، انا من النوع اللي بايد ان انا يعني ما اروحش اجيب كيلو بانيه، لان البانيه غالي جدا. طيب انا لو جبت فرخه، معلش انا اسفه، لما اجيب فرخيه هتنفعني على مرتين. هاخد البانيه هعمله، والاوراق ممكن اعملها شيش طاووق او ممكن ادخلها في صينيه بطاطس في الفرن، يبقى كده تمام، يبقى انا كده انجزت وعملت اكلتين من فرخيه. طب انا لو جبت فرختين بقى، انا ممكن اعملهم على 3 مرات او 4 مرات. طب ازاي؟ انا عملت معاكم عمل كتير جدا، ولو حابين برضو انا هفضل اعمل معاكم للي ما شافش مره واتنين وعشرة، كل مره بتبقى فكره احسن من الفكره اللي قبليها. فبصوا كده، قطعت البانيه حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين، والحته اللي كانت بتبقى صغيره كنت بعمل ايه بقى؟ ابطبطها كده وافردها، يعني اخليها كده مفروده وتبقى ايه، ملو العين كده، يعني ايه، حاجه عليها القيمه. فانا من الفرخه عملت كده، يعني بصوا كنت حتى يعني حطيت الفرخه كده وقعدت افكر، طب احطها في الفرن، طب اقطعها على مرتين، طب اقطعها على 3 مرات، طب اقوم افرم مثلا الصدر واعمل. افكار كتيره جدا جدا جدا، وممكن تعمليها من قلب مخك كده وتفنني انت كده براحتك. يعني مثلا ممكن تاخدي فكره من عندي، لا انت ممكن انت بافكار من دماغك انت تعملي افكار احسن واجمل، فاهماني؟ المهم نرجع بقى لمرجوعنا، بس هنخلص كده وهنرجع بس ايه نحضر التتبيله مع بعض. بس عايزه اقول لكم بس ايه على الايه، يعني مثلا في ناس بتقول احنا ما بنعرفش نحوش ولا نعرف نشتري حاجه دلوقتي، احنا مش عايزين نشتري جهاز لبناتنا، ولا عايزين مثلا ولا بنعرف نحوش. طيب نعمل ايه؟ طب هقول لكم، ممكن انتي لو انتي مثلا مش عايزه تشتري جهاز لبناتك دلوقتي وعايزه تشتريه بعدين، هتعملي ايه حبيبه قلبي؟ انتي هتدخلي جمعيه، في جمعيه من اول جنيه لحد 10,000 جنيه، 20,000، 50,000، على حسب زي ما انتي عايزه. المهم بس تعالوا ما اقول لكم طريقه بس التتبيله. انا حطيت يا حبايب قلبي، انا كنت مجهزه دقيق للبانيه، يعني انا بجهز كده الدقيق وبحط عليه تتبيله البانيه وبحوجه كده تحويجه كويسه، وبروح جايه حاطاه عندي في التلاجة. لما اكون مش فاضيه خارجه مشوار ولا اي حاجه، الحاجات دي بتنفع جدا يا بنات، والله من الحاجات اللي بتوفر جدا جدا وموفره لي جدا جدا في المجهود وفي الميزانيه. سواء تتبيله السمك، دقيق السمك بتبله واجهزه، وبرده نفس القصه بجهز برده تتبيله الايه البانيه واحطه تحت ايدي. طيب بصوا انا حطيت ايه، انا حطيت حوالي 4 معالق من الدقيق، وحطيت يا حبايب قلبي، زودت عليهم بس مكعب مرقه ماجي، وزودت عليهم بهارات فراخ جايباها من عند العطار. ماشي تمام تمام. حطيت كمان عدد 2 بيض، وحطيت كمان يا حبايب قلبي عصرة ليمونة، وحطيت سنة خل صغيرة جدا، وحطيت بقى بصي بقى لو عندك دبس رمان بقى وعندك صوص صويا
هتدعيلي عليهم. طب لو ما عندكيش الاتنين هتعملي ايه؟ حطي شويه عسل اسود. عسل الاسود دوت بديل صوص الصويا. طيب عايزه بقى تحوليه دبس رمان بقى وكده، هتحطي كمان عصره ليمونه كده. انت تمام. احنا كده تبلنا الفراخ وكده تمام ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كنت بوريكم بس العيش الفينو. لما بجيب العيش الفينو لبنتي بعمل لها سندوتشات، فبيتبقى كده ايه، رغيف، نص رغيف كده، بروح جايه حاطاه كده في التربو، في درج التربو والله، او في العياشه. حطيه لحد لما ينشف واستخدميه كبقسماط. حطيت كده عندي دقيق وضفت عليهم البقسماط اللي انا فرمته من العيش الفينو، وحطيت برضو شويه بهارات فراخ. بس كده تمام. نقلبهم كويس جدا ونبدا نتبل البانيه بتاعنا. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قسما بالله بنات ما في اطعم من حاجه البيت، ولا اروع من حاجه البيت. حاجه كده تعمليها وتحسي فعلا ان انت بتاكليها، انت عارفه مصدرها ايه، انت عارفه انت بتعملي ايه بالظبط. فلا انا ليه اجيب بانيه من بره؟ ليه انا اشتري حاجه البانيه من بره؟ طيب ما انا كل حاجه عندي موجوده في البيت. اجيب فرخيه، اخد الصدور، اعملها زي ما انا عملت كده الفكره الحلوه دي، وبعد كده برضو الاوراق هتنفعني في يوم تاني. يبقى انا كده انجزت، يبقى انا كده عملت حاجه حلوه. 200 جنيه، معلش دلوقتي كيلو البانيه دلوقتي ب 200 جنيه. طيب ما هو نفس السعر. طيب ما بدل ما اجيب كيلو البانيه، لا انا هجيب فرخيه ب 200 جنيه وهقسمها على مرتين، يبقى كده تمام. وده برضو على حسب افراد اسرتك. يعني احنا 6 افراد، فطبعا انتي لو اقل هيبقى معاكي التوفير حلو جدا جدا جدا. وبصوا بقى حبايب قلبي، انا في الوقت دوت كنت حاطه الطماطم بسبكها كويس، وبعد كده نزلت عليها بالميه، وحطيت التوابل بتاعه المكرونه، وبعد كده سقطت فيها المكرونه. هتغلي كده كام غلوه، واول لما الميه كده ايه، احس كده ان هي هتبدا تنشف، بروح جايه مهديه عليها النار. طيب البانيه كمان بحمره كده اول باول على طول، علشان خاطر بس يديني اللون الجميل الذهبي التحفه ده. فما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما تيجوا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي ما يعرفش يحوش يا جماعه يدخل جمعيه، يحاول ان هو، لو انا ايدي بتيجي على الفلوس، حاول ان انت تدخلي جمعيه صغيره كبيره. ابدأي بالصغيره الاول، حاولي تجربي في الصغيره الاول، اللي هي بيبقى في اليوم 5 جنيه، في اليوم 10 جنيه. فانت حاولي ان انت تجربيها. بصوا بقى، شايفين لون الذهب التحفه ده بتاع البانيه بتاعنا؟ حاجه كده فاخر من الاخر. فحاولي بقى على قد ما تقدري توفري، تدبري، تخططي كده لايامك اللي جايه، تحسي بسعاده. دايما تشعري نفسك كده ان انت سعيده جدا. وان شاء الله دايما افرحي لما تقعي في كرب شديد، افرحي دايما ان ربنا هيقومني من الكرب العظيم ده، وباذن الله تعالى ربنا يرضيكي ويرضى عنك باذن الله. فكده حبايب قلبي خلصنا روتيننا كده النهارده، وادي غدانا الجميل القمر. وعلى فكره كنت حمرت كمان طبق بطاطس، وعندي بقى المخلل، كنت عامله معاكم مخلل الليمون. يعني بصوا انا فتحت عليه على طول يا بنات، والله العظيم يمكن 3 يوم او ربع يوم. يعني كان تحفه تحفه فوق الخيال كده. وبكده حبايب قلبي ادي غدانا الجميل القمر. يا رب كده يا رب، اللهم امين. روتين يكون عجبكم ان شاء الله النهارده كده. وكان عندي بقى العيش الصغير دوت بتاع السندوتشات، خرجته هو كمان